السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا اخوان اينما انتم واينما كنتم، اهم شيء تكونوا تحبوا طائر الحسون. اليوم ان شاء الله تعالى راح نتحدث عن موضوع وضع الاساور الحسون الكبير، يعني مش الفراخ الصغار. يعني تعليمهن وضع اساور، احيانا واحد بالطريقة يضع اساور حتى يميز هذا الذكر عن هذا الذكر، او هذه الانثى عن هذه الانثى، حتى يعرف كيف يتعامل معها. فاخوان، بعض المشاكل اللي بتواجه مربي الحسون اثناء وضع الاساور، اللي هذول الاساور هذول اللي شايفينها امامكم، اللي هي البلاستيكيه هذه يا اخوان، والاساور الحديديه او اي نوع اساور تضعها للحسون. هو كبير، طبعا هو كبير ما بيتقبل، بصير يلعب في قدمه، ما بيرضى تعلم يعني تضع عليه اساور. فممكن بعض الحسون يعني بتقبل، لكن اغلب ما بتقبل، بصير يلعب بشكل كبير في القدم، وممكن يسبب هذا الاشي جرح في القدم، وبالتالي بتر القدم بسبب كثرة اللعب في الأساور، وبالتالي بنخسر قدم الحسون لا قدر الله. فأنا اليوم جبت لكم طريقة إن شاء الله تعالى حتى تساعدكم إنكم تتخلصوا، أو إنكم تخلوا الحسون يقلل من اللعب في قدمه، يا إخوان. يعني شو هي الطريقة يا إخوان؟ اللي هي طريقة ربط الفراخ الحسون. كيف اربطهن؟ زي ما اربطهن للترويض او للصيد، بربطهن زي ما انتم شايفين امامكم هيك كذا، ربطتهن بحبل، وبالتالي الحسون بصير ايش؟ يلعب بالحبل، وبيلتهي عن بيلتهي عن ايش؟ بيلتهي عن اللي هي الاساور. ممكن يلعب في الاساور، لكن تركيزه بيكون بالحبل اللي مدلى من صدره، فبالتالي بيلتهي، وبتقلل نسبة اللعب الفراخ الحسون ايش؟ في الاساور، وبالتالي ما بيقطع اصبع اجره، او يعني بسبب ضرر لاجره. فهذه الطريقة طبعا انا راح اضع لكم في الوصف ان شاء الله تعالى رابط فيديو طريقة ربط الحسون. اللي بحب يشاهد هي طريقة ربط الحسون ايش؟ بيفتح على الوصف، وبلاقي ان شاء الله في الرابط. طبعا هذه الطريقه يا اخوان، بالتالي الحسون بضل زي ما انتم شايفين بيلعب بيلعب في ايش؟ في الحبل، وبالتالي بيلتهي عن قدميه لمده تقريبا يومين، وانت واضع هذا الحبل على قدميه، او يومين. يعني لو وضعت مثلا في الليل، مثلا لو وضعت العصر، ثاني يوم بتخليه لثاني يوم العصر، يعني او غياب الشمس، حتى ايش؟ حتى الحسون يلتهي عن اللعب بالاساور. فهذه طريقه جدا ممتازه يا اخوان. صوت الدراجة الهوائية طبعا طالع في الفيديو، مش مشكلة. فهذه الطريقة يا اخوان بتساعدك ان انت باذن الله تعالى ما تخسر القدم الحسون. فلذلك يا اخوان تعلموا الربطة، ووضعوا لحسونكم في صدره هذه الربطة اللي وضعت لكم اياها في الوصف. طبعا كنت منزل فيديو كيف اربط الحسون. فباذن الله تعالى راح باذن الله تعالى الحسون يلتهي في الحبل، وما ايش، وما يلتفت لاجره كثير، وبالتالي انت هيك يعني باذن الله تعالى يعني بتخلي الحسون ينجو من قطع اجره. فتصير كثير حالات قطع الاجر او القدم، يعني بسبب اللعب بالاساور. فهذا ان شاء الله الطريقه راح تساعد بشكل كبير جدا، وتقلل نسبه ايش؟ كسر الاصابع، او قطع الاقدام. تعلموا هذه الطريقة بإذن الله تعالى، وبإذن الله ما بتخسروا. وهذا فيديو اليوم يا إخوان، إذا عجبكم تضغطوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.